السلام عليكم، مساكم الله بالخير يا جماعة. بارك الله بمن فاد واستفاد. معانا أخونا أبو بدر، مساك الله بالخير. كيف الحال؟ يا ربع، أبو بدر يعاني من الثعلبة 10 سنين. 10 سنين أكثر، بعد أزود من 10 سنين والحمد لله مثل ما أنتم شايفين. زين أبو بدر، كان الشعر كله طايح. ما فيني ورنا الصورة. لو تحط مجهر ما تشوف فيني شعر. ورنا الصورة. هذه صورته، والحين تبارك الرحمن طلع الشعر. لأن في ناس واجد تسألني زين، وترى أنا بتكلم عن الثعلبة الشاملة. ترى أبو سعد يعني الله يجزاه خير بيوصل حق العالم، هذه كلها رسالة. علاجك وين؟ هذا العلاج. شو اسمه علاج؟ ما أعرف اسمه، بس صوروا يا جماعة. شوفوا تلقونه في المستشفى الحكومي بالعدان تحصلونه او ابحثوا عنه. هذا ترى قيمته يمكن ما يقارب 500-600 دينار. هذا برا ما حد يقدر يشتريه غير الكويتي، ما يصرفون الا غير مضبوط يعني. وبالعدان ببلاش تاخذه. إيه؟ حبه باليوم. حبه باليوم بس. الله يعينكم على الفحوصات، على اللجنه. وانا انصح فيه نصيحه يعني. ترى في ناس واجد يعني ما عرفتني. اي والله يا جماعه، نصيحه يا جماعه، العلاج لا تطوفونه وبلغوا ربعكم اللي محتاجينه. بس لا حد يأذي ابو سعد يقول له يود انا فيني ثعلبه صغيره. انا اتكلم عن الثعلبه اللي ماكل البني ادم اكل، ويعني له فتره شوط يروح ياخذ العلاج هذا، لان العلاج هذا حق الثعلبه اللي فيها مناعه. ترى هذه لك الصحه والعافيه ان شاء الله. عرفت؟ فاللي فيه ثعلبه شامه ترى هي مرض مناعي، يروح لمستشفى حد تبع الحكومه مالته، وين الفروانيه. يلا شدوا حيلكم، اللي يبي الاجر يعلمه في العلاج، علم ربعكم في العلاج. بس ترى هذا العلاج وكبتروه نفس ما. وابو سعد ترى والله من علاج وصل لكم رساله وقال لي بصورك، قلت له خذ راحتك. الثعلبه الشامله يا جماعه، مو الثعلبه اللي تطلع بالوان.